كيحس بواحد الحقره بزاف، كيحس بواحد الحقره بزاف بحكم كانت توفات عنده واحد عمته وكان كيمشي واحد المرات، كان شحال مره كانوا بغاو يضربوه، كنا حنا مازال صغار، كانوا مازال صغار كانوا كيبغاو يضربوه، وكان واحد من عمامي هو كيسمع فيا كنقولها له اليوم الدنيا غدا الاخره، كان كيقول لهم غير لا كان غير محمد، لا كان غير محمد اللي هو على الاب ديالي، كيقول لهم غير لا كان غير محمد لو كان يدي الزيتون نشد انا داك الزيتون ويبس ونديرو حطب ويخبزوه الناس في الخبز وما يديش هذاك. وعلاش؟ ما فهمتش انا السؤال علاش، بغيت نعرف هذا السؤال علاش، الا كان ماشي خوك قول راه ماشي خويا، حسبنا الله ونعم الوكيل فينا ولا في كل واحد. وكنقول لها امي زعما علاش لهذا الشيء هذا، ممكن تكوني انت شي نهار كديري لهم شي حاجه اللي ما تستاهلش، كتقولي شوف ولدي الا بغاو الاب ديالك اللي هو الابن ديالهم دابا نتبارك انا وياه يقول لك كلمه الحق كامله وليدي، ولكن انا ما بغاش نعاود هذا الشيء، انا كنعاود لكم غير نتوما بعضياتكم، والوالده ديالي ما عجبهاش هذا الشيء هذا اللي راني كنعاودو دابا، انا راه امي ما عجبهاش، ولكني انا غنعاودو، غادي نعاودو. كي كيوقف الانسان في شي بين انسان اللي كيطلق واحد الانسانه فالجزاء ديالو يسمع من عند الله. إذن أهلا وسهلا متابعي الكرام، متابعي جريدة فيسبريس، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص أو الحوار مع الأخ عادل. كما كتعرفوا متابعي الكرام متابعي جريدة فيسبريس، الموضوع الذي يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاليا والقضية ديال الإرث. اليوم حنا في المنزل ديال الأخ عادل والعائله ديالو. خويا عادل مرحبا بك معنا على جريدة فيسبريس، ومرحبا بنا كذلك عندكم في المنزل ديالكم. سي زهير، ومرحبا بك والف مرحبا ومرحبا بالمتتبعين، وتحيه لهم كبيره من هذا المنبر هذا، وكنشكركم بزاف على هذه الضيافه ديالكم وعلى هذه الاستضافه اللي جيتوا عندنا وكبرتوا بنا، جزاكم الله خيرا. وان شاء الله كنتمنى اي سؤال ليه جواب، ومرحبا والف مرحبا انتم اللي مرحبا بكم عندنا. شكرا لك خويا عادل، شكرا لك على الترحيب اللي في المنزل ديالكم. خويا عادل، شفنا حنايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي شفنا واحد القضيه ديال الارث اللي دابا حاليا كتروج. عادل، ممكن تعاود للمتابعين والمتابعات الاوفياء كيفاش هذه القضيه ديال الارث، وكيفاش بعدا نتوما كيفاش باش خرجتي انت مؤخرا خرجتي انك بديتي كتهضر على هذا الموضوع؟ هذا الموضوع اخويا ديال الارث ماشي عاد هضرنا عليه دابا، هذا الموضوع ديال الورث هضرنا عليه من سنين بحكم كما نقولوا عائلات بعضياتنا، اللي هو بحكم جدي الله يرحمه مات في 95 1995 سنه. كان جدي مشى للمسيره، من مشى للمسيره وجا كان يسكن في هذه البلاصه ديال القبيله اللي هي كنسكنوا فيها حنا طريق مولاي يعقوب. بحكم من عطاوه الوراثه رجع لهذيك البلاصه كيقولوا لها عين سيخ. صافي بقى عايش الوالد ديال جدي تما كاين بالارض ديالو الحمد لله. غير هو واحد الحاجه بواحد التوضيح، لان جدي انا متزوج بجوج خواتات. كيفاش جوج خواتات؟ كان متزوج بالجده ديالي انا الله يرحمها ويوسع عليها، وتوفات وخلات الاب ديالي عنده عام وشهر. زاد عاود تزوج بحكم يعني بقى له واحد الطفل، قال نتزوج بالاخت ديالها، تزوج باختها اللي هي دابا امنا، تزوج بها، تربى معهم الاب ديالي بحكم شادين الارض ديال التعاونيه ديال سيدنا الله يرحمه ويوسع عليه والله ينصر العائله الملكيه. هي هذيك بقى الوالد خدام عليه، بان بحكم الوالد ديالي هو الكبيبار وكل شيء، يعني عانى من بزاف د المعاناه. باش نهضروا غير على قضيه الارث، عانى بزاف المعاناه. كبر الوالد ديالي تزوج عندهم، يعني تزادت انا تما كاين، تزادت واحد الاخت ديالي تما كاين. لا كمل الطفل الصغير سمحوا لنا المشاهدين. الله يسخر الله يجزيكم بخير. كما نقولوا الوالد ديالي تزوج جاب جوج وليدات، وبقى واحد النزاعات باش ما نجاوبش على كل شيء. من بقاو ديك النزاعات خرج الاب ديالي، الحكم اللي خرج الاب ديالي في هذاك الوقت، يعني خرج واحد الخرجه صعيبه بزاف عليه. المهم باش نجاوبك كيفاش قضيه الورث، توفى جدي من بعد من فرق الاب ديالي مع المده، انا الوالد ديالي خرج في 88 وجدي مات في 95. يعني كانت من كان الاب ديالو يعني كما نقول بحكم كيمشي ويجي وعنده كل شيء عادي. ولكن من نهار اللي مات المرحوم جدي تقطعت صله الرحم بين عمامي والاب ديالي.
من كنا مازالين صغار. صافي من توفى مع المده الوالد ديالي مشى طالب بالحق ديالو، طالب بالحق ديالو باش ياخذ الحق ديالو بحكم تا هو مسكين ما عندوش. قال لك انا يعني تجيني قطار ولا 2 قطارات ولا 3 القطارات، المهم نحرص حتى انا فين ندير واحد العوله لولادي. ما بغاش تعطيه، ما عطاتو لا هذوك الشيء لا الحق ديال باه، ما عطاتوش ولو تجلبه ديال الاب ديالو. قالت له والله ما تدي شي حاجه، والاب ديالي كيقولها بنفسه وراه قايلها في القناه عندي، وان شاء الله بغيتو نقولها حتى هنايا نقولها ماشي مشكل. شنو غير نوروا المتابعين المتابعات الاوفياء لجريده فيسبريس؟ الموضوع هو الاساس، يعني المرحوم من مات ومشى عند الله، الارض كانت مازال بالاسم ديالو. بحكم واحد العام دعا معهم الوالد ديالي، وكان ما عندوش ديك الساعه الحق باش يدي، لان كانوا مازال عندها الاطفال صغار باش يوصلوا ل 18 سنه، وصلوا عاوتاني 18 سنه كانت دعوه واحده اخرى. من بعد هذيك الدعوه تفاجئنا بان الارض ولات باسم الام ديالها. هذا هو السؤال اللي ما لقيتلوش انا الجواب، والناس راهم عارفين الجواب، كنتمنى يجاوبونا عليه. واخا واش كان الاب ديالك واش كان دار شي تنازل على الارثه، كان دار شي حاجه؟ لا ما عمرو دار شي تنازل وما عمرو سنى. بحكم انا اللي بغيت نعرف كيفاش هاد الارض كانت مع هاد الانسان اللي توفى، ومع المده رجعت بالاسم ديال مرت الاب ديالو. من بعد من طلبت حق قالت له الارض ديالي باسمي. قال لهم ولكن انا ما سنيتش، هذا هو المشكل. كيفاش داز التملك او الارثه؟ كانت داز بطريقه غير مباشره. غير مباشره، وما فهمناش. الوالد ديالي انا ما سناش، انا الوالد ديالي ما سناش كاع. انا كنعرف جميع الوثائق في واحد المجال ديال الارثه ولا الدار ولا شي حاجه، كيكونوا عدد الورثه، فكيكون يعني كاع السيناتور ديال جميع الورثه اللي كيكونوا. فالوالد ديالي ما كيتواجدش في هذا العدد الارثه، وما كيتواجدش في عدد ديال السيناتور في هذا التنازل على الارض. هذا هو اللي المشكل اللي خلانا. واخا عادل، واش نتوما هاد الارض هادي واش عمركم نتوما كنتو استغليتوها؟ واش هاد الارض هادي واش عمر كان تيوصل لكم شي حاجه من حقكم فيها، او الحق ديال الوالد ديالك كان تيوصلوا شي حاجه؟ لا عمرنا في حياتنا، يشهد علينا الله، يعني الواحد بلا ما يدعي بزاف يشهد علينا الله، ما عمرنا دينا من عندها حتى كيلو ديال القمح او لا طاس ديال الزيت او لا حبه نتاع الزيتون. كاينه تقريبا 22 هكتار، وكاينه 180 شجره تاع الزيتون بالارض ديالها، وكاينه 1000 متر نتاع الدار بلا الكاع حتى زيتونه. حتى الزيتونه. وبحكم الزيتون واستغلال ديال دابا في هذه الساعه 29 سنه، في حكم 95 جدي انا من توفى اليوم هذا، امين ويرحم جميع امه محمد المسلمين. من هذاك الوقت لدابا ما عمر الاب ديالي دا حتى حبه الزيتون. انا كنا غير واحد العام مشيت ناخذ واحد كيما نقول واحد الكميه باغي نسقطها، وكنت بحكم مازال صغير ناخذ شويه زيتون. في هذاك الوقت شدني انا عمي تكرفص عليا، ضربني قال لك علاش كتاخذ الزيتون؟ علاش كتاخذ الزيتون؟ والحمد لله. وهو من حقك، وهو من حقنا والحمد لله. واخا عادل، اللحظه اللي كنتو خرجتوا نتوما كطالبوا بالارث ديالكم او بحقكم اللي كطالبوا به، شو كانت ردة الفعل؟ انا اول ما هدرت وطالبت بالحق ديال الاب ديالي، فطالبت بالحق الاب ديالي عن في الحكم عائلي بعضياتنا، فكانت ليه واحد الاجوبه، ما كاينه اجوبه، ما كاين رد، ما والو، كاين غير واحد الصراع اللي بحال كيما نقولوا واحد الاشخاص كيدافعوا عليك بالقوه، وحنا ديك القوه ما بغيناهاش. احنا باش نبقاو في هذه النقطه هذه، اللحظه اللي جيتوا نتوما تطلبوا الحق ديالكم، واش طلبتوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا جلستوا ما بيناتكم نتوما اطاب وطلبتوا الحق ديالكم؟ طلبناه بحكم عائلي، وطلبناه عن يد القائد والمحكمه، وهذاك الشيء هو اللي خلانا لقينا الارض كتبت بالاسم ديالها. طالبناه في الاول حبي حكم عائلي، ما جابتش النتيجه، خرجنا عن طريق القاضي وكما نقولوا الشكايه، الملحقه الاداريه او القياده، ما كاينش نتيجه. من بعد خرجت في 2020 بالقناه، كان هذيك الساعات الاب ديالي بان في القناه ديالهم، كنت اتصلت بالاب ديالي سالته علاش هذا المشكل، قال لي اش كاين. خرجت انا مازال ما كنعرفش هذيك الساعات بحكم قناه، درت قناه اليوتيوب، هي هذه القناه دابا ديال عادل الادريسي. جيت خرجت بفيديو. انا علاش خرجت بفيديو؟ من اتصلت بهم وهضرت معهم سبوني. كيفاش سبوك؟ هادشي طلبتي انت غير واحد الحاجه انك قبل ما ندير القناه
اللحظه اللي كان الاب ديالي عندهم من عيطت لهم قلت لهم علاش بينتوه زعما في اليوتيوب وهضرت معاهم قلت لهم بعد اللي كتحنوا عليه لهاد الساعات دابا باش جايين تحنوا عليه عطيوه غير رزقه. فديك اللحظه سبتني انا عمتي وما خلاتليش، وهي عمتي صغار مني، وبحكم شهاده الا بغيتو شي نهار تولي تعاودوا لي بحكم شهاده الاب ديالي اللي كان حداها. من بعد ديك الساعات تواجهت الى المواقع التواصل. علاش خرجت لمواقع التواصل؟ باش ان شاء الله يتمنى الله يوصل صوتي والناس اللي قاريين والناس اللي فاهمين في هادشي ديال القوانين وفي هادشي ديال الارث يفهمونا بحكم هذا الراجل هذا ما سناش الاوراق ديال عدد الإرثة. فهذا هو الشيء المشكل اللي خلانا حيراني بزاف. واخا هنايا عديل باش نوليو نرجعوا للقضيه ديال الارث، وحنا دائما في الموضوع ديال الارث. هنا عديل اللحظه اللي كما قلتي لي بانكم نتوما كنتو جلستوا، اللحظه اللي قلتي انك كنتي اتصلتي بهم، واش كنتي انت هنا في المغرب ولا كنتي خارج؟ لا كنت في الجزائر. كنتي في الجزائر بحكم ان عندك العمل ديالك. كنت في الجزائر وكنت متزوج في ديك الساعات في الجزائر. ما كنتيش كتدخل انت لهنا ديك الساعه؟ لا كنمشي ونجي، انا ديما كنمشي ونجي. اكبر تطويله طولت في الجزائر بحكم كانت الايام ديال كورونا. ما كنتش كنمسدود ديك الساعه. كنت هذيك الساعات من كنت انا خرجت على مواقع التواصل يلا كنت مشيت تقريبا بواحد شهرين، عاد مشيت واحد الشهر. واخا حاليا دابا الاطوار ديال القضيه هذه فين واصله دابا حاليا؟ واصله كما نقولوا بواحد قوه. يعني كيفاش هاد القوه؟ هاد الناس كيقول لك والله ما تديه ارض منا، والله ما تديه. بغيت سؤال واحد نسالهم، الا كانت هاد الام ديالهم واش هي اللي جابت هاد الورث من ديالها ولا هاد الورث ديال جدي انا الله يرحمه؟ الله يرحمه ورحمته. امين. الا كان ديالها فبا ما كيسالش، ولا كان ديال جدي الله يرحمه فحتى هذا اسمه محمد ولد ادريس بن طيب حتى هو وارث من الوراثه. اذا هذا السؤال كيطرحه كنطرحوا للناس، يعني بحكم انا كنقدم هذا الصوت هذا وانتم تحلوا هذا الكلام ديالي. واخا عادل تيقولوا بان نتايا كنتي خرجتي على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انك بحال باغي تطلع القناه ديالك، هذه على حسب التعليقات ديال المتابعين والمتابعات وبعض القنوات اللي تتقالت الهضره هذه. شنو الجواب ديالك لهاد الناس هذو؟ السؤال ليه جواب، اي سؤال عندنا ليه جواب. لو كان جيت بغيت نعرف وباغي نطلع القناه ديالي عن طريق الارث، لو كان بقيت بالقناه ديالي من 2020 ما نحبسهاش حتى 2024 عاد نفتحها. انا الحكم اللي بديت كنهضر على الحق ديال الارث ديالي ديال الاب ديالي في 2020 اتصل بيا الاب ديالي وجاوني اتصالات من العائله قالوا لي حبس هذا المشكل هذا، ومن تدخل المغرب ان شاء الله نفرقوا هذا الورث هذا حتى حنا ما بقيناش باغيينه. ونهار اللي جيت كان الاب ديالي ما كيهضرش هو وياهم، وانا اللي جيت وصالحتهم وهم شاهد عليهم راهم يقولوها. شكون اللي دخلتي ما بيناتهم؟ انا اللي صالحتهم، وانا اللي سمعت الانتقادات، وانا اللي جمعت العائله، وانا اللي جمعتهم الحباب، وانا اللي درت العشاء باش يجي نشوف عمامي وعماماتي مع با وفرحان ما قديت حتى شي حاجه. 3 سنين ولا 4 سنين وانا محبس ديك القناه خويا. يعني لو كان بغيت انا القناه نبقى من هذاك الوقت، كانوا قنوات بزاف كانوا عاد بادين معايا في هذاك الوقت صافي. تبارك الله كاين اللي كيطلعوا كاع بحكم انه كانت كورونا. كانوا قنوات في هذيك اللحظه عندهم 3K 4K نعرفهم انا في هذيك الساعات، يعني هما اتصلوا بيا كانوا كيعاونوا زعما كيما نقولوا كيهضروا على هذا الموضوع هذا. فاليوم هذا راهم تقريبا 130K متابع، ربي يزيد كل واحد. المهم كون بغيت القناه كون بقيت في هذاك المشكل وكملت في هذيك المسيره وعندي من مد المجتمع ما غاديش نقص القناه. انا درت القناه من رجعت ل 2024 حتى صالحتهم، ومن بعد من صالحتهم ورجعت المياه الى مجاريها عاود جددت القناه ديالي هي الاولى القديمه وبديت كنقدم ديكوراسيون. ورجعوا الفيديوهات الاول فيديوهات لانني انا متخصص من انواع الديكوراسيون، انا ما كنت باغي والو. من بعد من طالبت هضرت مع واحد من العائله هما راه يشوف فيا وبلا ما نسمي الاسم ديالو وهضرنا على الحق. قال لي هاد الكلمه، قال لي يا ودي انا راني ديما كنقول لهم عطيو حقه. انا هذه الكلمه هذه كان اللي باغي يمد وكان اللي كيقول لك والله ما تديه، ولكن هذه كلمه والله ما تديه فتغيرت العائلات بزاف.
صعيبه. تغيروا بزاف د الاشياء بحكم من مشيت وجيت في هاد الخمس سنين التاليه، شفت بزاف د الحوايج تبدلوا. واخا عادل دابا ديك الارض، هاد الارض دابا اللي كاينه حاليا، واش هاد الارض هذه مازال كاينه تيستغلوها هما ولا كراوها؟ لان بحكم ان من بعد واحد الاسئله اللي كنا سالنا بعض الناس اللي كاينين تما الطور تيقولوا بانها تكرات. واش هادشي فعلا؟ الارض الاخ ديالي كانت الارض كانوا كيستغلوها هما من سنين، وتبارك الله ارض مزيانه ما شاء الله، والزيتون ما شاء الله بحكم 180 شجره كما كنعرفوا حنا الفلاحه كاع كاينين ناس فلاحه دابا كيشاهدوني تبارك الله. اضعف ايمان شجره كتعطيك قنطار ونص نتاع الزيتون، هذه من اضعف ايمان. لو كان تعطينا قنطار ونص تاع الزيتون، القنطار كيعطينا 25 حتى 27 حتى 28 اطره تاع الزيت، بحكم فرد ونص يعني راحنا واصلين لقريب 40 اطره تاع الزيت لكل شجره. كاينه 180 شجره، نديروا لها عمليه حسابيه شحال كتعطي في السنه، ضربها في 29 سنه، وهذا الشخص ما عمره دا حتى نص اطرو. واش هذا ماشي حرام؟ واش هذا ماشي انسان يعني قلبه ما فيهش الرحمه لهاد الدرجه؟ تفضل خويا. لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي تيحس في القلب، تيحس هادشي في القلب. واخا عادل دابا حاليا نتوما باش كطالبوا؟ اول حاجه ما كنطلبوا ربي سبحانه وتعالى يعطينا حقنا من هاد الناس اللي ظلمونا. وكنطالب خوتي المشاهدين اللي كيشاهدوني من جميع انحاء العالم عن جميع المواقع التواصل اللي كيشوف هذا الصوت هذا وكيتصنت له، كنطلب الناس اللي قارين واعيين يوريونا الطريق كيفاش ناخذوا الحق الاب. واذا كان عندنا حق قولوا لنا عندنا حق، واذا كان هذا السيد هذا ماشي ولدهم احنا من الغدا نتازلوا على حقنا وامرنا الله تعالى وتبارك. ان شاء الله حنا كذلك بدورنا غادي نشوفوا شي محامي او استاذ في المحاماه ويعطينا الموضوع، نطرقوا لهذا الموضوع هذا من الجانب القانوني ان شاء الله بحول الله. واخا عادل الوالد ديالك دابا حاليا باش كيحس؟ كيحس بواحد الحقره بزاف، كيحس بواحد الحقره بزاف بحكم كانت توفات عندي واحد عمته وكان كيمشي واحد المرات، كان شحال مره كانوا بغاو يضربوه، كنا حنا مازال صغار، كانوا مازال صغار كانوا كيبغاو يضربوه. وكان واحد من عمامي هو كيسمع فيا كنقولها له اليوم الدنيا غدا الاخره، كان كيقول لهم غير لا كان غير محمد، لا كان غير محمد اللي هو على الاب ديالي، كيقول لهم غير لا كان غير محمد لو كان يدي الزيتون نشد انا داك الزيتون ويبس ونديرو حطب ويخبزوه الناس في الخبز وما يديش هذاك. وعلاش؟ ما فهمتش انا السؤال علاش، بغيت نعرف هذا السؤال علاش. الا كان ماشي خوك قول راه ماشي خويا، حسبنا الله ونعم الوكيل فينا ولا في كل واحد. حول ولا قوه الا بالله العظيم. من هذه الدرجه هذه ولا الانسان ولا على الورث ولا كيتشتوا عائلات؟ حيت هذا ما عندوش امه، ما عندوش اللي تقول له ولدي مالك، حيت ما عندوش امه. واخا عادل الام ديالك شنو كتقول في هذا الموضوع هذا؟ الام ديالي واش تقول؟ الام ديالي عمرها ما جرحتهم، واخا جرحوها بزاف واذوها بزاف ولكن ما عمرهم غادا تجرحهم. كتعرف بينها وبين الله، قالت لك سري نديه معايا. كانت خرجت معايا في واحد الفيديو اللي جاوبتهم وكانوا عايروها بعوجة الدار والمرض. الا كيعاير الانسان المرض فالمرض ديال الله تعالى وتبارك، واي حاجه لا عايرتي انسان بهذاك التشابه فهو شيء من عند الله تعالى تبارك. غير الانسان قبل ما يشوف حدبته قبل ما يشوف حدبه خوه يشوف حدبته. فعلا هذه القضيه دي فعلا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شنو هو السبب ديال الاب ديالك انه كان خرج؟ الاب ديالي كيفاش خرج؟ الاب ديالي كما نقولوا كانت الام ديالهم اللي هي متبه، كانت اعدى شخص عندها هي الام ديالي. كانت الام ديالها بغات تطلقها منه، وكان وصلوا للطلاقات، وشحال مره عايشونا احنا اخوانا. او با كيسمعني ممكن يشوفها فيا، كانوا كيضربوا الوالده وكيجريو عليها. وكان واحد خالي الله يكثر خيره بحكم هو الكبير عند خوالي، هو اللي كان كيخدم وكيصرف كيعاون الام ديالي بولادها. كانوا كيقولوا له غير طلقها وحنا نزوجوك بلاله العيالات، غير هذه ما تجلسش عندنا. كانوا كيوصفوها كما نقولوا بجدي الحاج، كانوا كيوصفوه بواحد الطريقه، والحمد لله فالله كيجازي كل واحد على قد فعيله. باش توقف لواحد الانسان وتبغي تطلقه يعني راه ماشي سهله. كانت الوالده ديالي كيشدوها الا يدوها معاهم للفلاحه، يشدوا الشبكه تاع الزرع ويقدروا يحطوها على ظهرها، والاب ديالي كيشوف وما يقدرش بها هذا.
كانت الام ديالي كتعيش الحياه تماكن، عندها دراري ما تقدرش تنوض وتبدل ليهم بدون ما تشاورهم، خاصها تقول لهم غادي نبدل له الحوايج ومن عادي. تبدلوا الحوايج الوقت اللي يبغيو هما، ولو يكون داير اي حاجه. هذاك الطفل الصغير يكون داير اي حاجه، والنساء المتربيات راه فاهمين شنو القصد ديالي، يدير اي حاجه ممنوع، اي حاجه ممنوع. كانت بعض المرات تجلس يشهد علي الله، هي كتعاودها لي، تجلس وبشهاده باك با ديما كيطلب منا السماح. يقدروا يكونوا مثلا شي نهار ياكلوا او شي حاجه يقدروا يلوحوا عليها العظومه. يعني الحقره. الحمد لله. وبحكم هاد المرض اللي جا الام ديالي السياتيك، هو هذاك الشيء اللي كانت كترفد هذاك الثقل، وهذاك الشيء اللي كانت كتعاني منه من بعد من كانت عنده. وكنقول لها امي زعما علاش لهاد الشيء هذا؟ ممكن تكوني انت شي نهار كديري لهم شي حاجه اللي ما تستاهلش. كتقولي شوف ولدي، الا بغاو الاب ديالك اللي هو الابن ديالهم دابا نتبارك انا وياه يقول لك كلمه الحق كامله وليدي، ولكن انا ما بغاش نعاود هذا الشيء، انا كنعاود لكم غير نتوما بعضياتكم، والوالده ديالي ما عجبهاش هذا الشيء هذا اللي راني كنعاودو دابا، انا راه امي ما عجبهاش، ولكني انا نعاودو، غادي نعاودو. كي كيوقف الانسان في شي بين انسان اللي كيطلق واحد الانسانه، فالجزاء ديالو يسمعوا من عند الله. تقولوا لي علاش انت يا ممكن كاين الناس اول حاجه كاينين الناس متتبعين ديالي وماشي متتبعين ديالي اوفياء، بعض المتتبعين من جميع يعني القنوات تقولوا لي علاش انت مطلق. انا مشكلي ما غاديش نعاودو، حاجه وحده غنقولها لكم، الا بغيت ندير معكم فيديو عن طريق الزوجه ديالي اللي كانت زوجه ديالي وهي ما كتبانش وصوتها مسموع، وتقول لكم التربيه ديال عادل كيفاش ربته الام ديالو والاب ديالو. وهذا الشيء راه حنا كنشوفوه هنايا، راه حنا في المنزل حنا شفنا كيفاش الطريقه كيفاش كتعامل مع الوالده. الحمد لله. يعني ما كاينش شي انسان اللي غادي الله يخلي لجميع الامهات يا ربي امين. يعني ما كاينش ما اكثر من انسان غادي تطلقها ودير معك فيديو. فهذا سؤال لكم انتم اخوتي، وريوني شي بنت غادي تطلقها وغادي دير معك فيديو وغتقول لي ماشي الزوج ديالك، نديروا كاميرا وولدي كيبان، الا كتعرفوا ولدي راه فايت نشرته على القناه ديالي. الله يخليك. امين. وكتهضر على الصوت وتقول لكم كيفاش عادل تربيته وكيفاش كيعامل المراه، بحكم ما عندي انا اختي امراه وغدا تكون وعندي بنتي امراه. الاب كيفاش خرج من ما بغاش يطلقها لهم، وكان وصلوا للطلاقات وكل شيء، وجا هنايا حنات با هرب ليهم، كانوا كيكذبوها كيحطوا عليها الباطل، هرب ليهم. وجا عند واحد كيما نقولوا واحد مرت خال بواه، قال لها مرت خالي راني جيتك اليوم راني حاير، راه اش كيقولوا قلت له شوف ولدي، قلت له هذيك بنت الناس راكم غير غتظلموها، ويوم القيامه راكم ما تلقاوش حتى باش الانسان باش يتواجه مع ربي. وألموا ضميرو الاب ديالي، ألموا ضميرو بزاف، ورجع للزوجه ديالو اللي هي الام ديالي ورجعها. الوقت اللي كان رجعها كان الاب ديالي تواجه لواحد مدينه فاس باش يخدم ويجي، وكان مرحوم الله يرحمه كما نقولوا كان قاسي، الا قال لك ما تباتش ولا قال لك بات. كاينين ناس يقول لك مازال صغير وانت واش كتعقل عليه؟ قلت لكم هادشي كامل كيعاودوا لي الاب ديالي والام ديالي، كل سؤال كنجاوبكم عليه. جا حلف له ما يباتش، ومن بعد من بات من النهار اللي جا لقى حوايجو برا كاملين وولادو مطيشين والام ديالو مطيشه. جينا لهنايا تحازينا ما نقولوش جينا، تحازينا على الناس. الله يكثر خير الميمه، كان عندها شي خيوط هذيك الوقت ربي كيشهد فيها، كانوا عندها شي خيوط باعهم ليها وزاد سلفوا الحاج جدي، وكان شرى لنا اول مره شرى لنا هذا المورسو ديال التراب، وكنا كنرقدوا يعني بحال غلم راقده برا، راه غير السور اللي داير علينا بالحطاب والقصب، ولكن فوق مغطي علينا ربي سبحانه. يعني هادشي كبرت انا قدام عينيا وانا كنكبر فيه وانا كنشاهد فيه. هو اللي قلتي لي قبيله وقلتي لي واحد البيت اللي كنتو صغيرين كان عندنا بيت اللي كتنعسوا تحت منا الشتا كدوز الشتا كدوز من تحتنا، شهد الله. كاين بعض المرات من بعد من مسك عليه الله باش راه واحد جوج النعجات، كانوا النعجات كيباتوا معانا، عندنا النعاج يباتوا معانا، النعجه راقده وانت يعني عادي، المهم داخل الدار، داخل كيما نقولوا داخل الحطب ماشي دار، وعانا الوالدين وهكاك.
وكان الوالد ديالي سهل عليه الله وخدم في الفيرما ديال سيدنا اللي راه حدانا. وهكاك، وكان بحكم الوالد ديالو من يوصل للشهر يقول له يعني خرجوه من الدار وتصيفط شهرين. ردت الوالدين. وقالها الوالد ديالي عاوتاني كل سؤال يجاوب قالها في القناه، يعمر له التقضيه واش خاصو من الزيت من اي حاجه ويصيفطها له سميتو. راني شفت غير الدرس كاين اللي غادي يحطوا معايا هذه النظره. هذا هو الدرب اللي كان، هذا هو الطفل اللي كان داز في القناه اللي كان داز. هذا هو اللي شهدوا بنفسهم بان تفرقت المال اللي كان ديالهم. وراه حنا نرجعوا لهذا الموضوع هذا، حنا غادي نجيو لهذا الموضوع هذا بالحكم ان الطفل راه كاين حدانا هنايا. محمد سلطان هذا ولد خويا، الله يخليكم يا رب. امين يا ربي، ويخليك كاع الخوت والله يشافيه يا ربي. امين يا ربي. قلت لك يصيفط لهم تقضيه، ونهار اللي نعقل على المرحوم الله يرحمه، انا نعقل عليه شهد عليا ربي، كان قبل ما يموت بشهرين جا عندنا لهنايا عند الوالد ديالي، كان كيتمنى كيقول لهم امنيتي هي نطلب السماح من فاطمه اللي هي الام ديالي، بحكم العذاب اللي دوزوه عليها. ماشي كلهم، كاينه فئه اللي دوزوا عليها العذاب، وكاينه فئه اللي لا نقولها. عمتي الكبيره امي والمرحوم حنا مسامحين له الدنيا واخره، واخا ما نديوش حق ورثنا، حنا جدنا مسامحين له. لو كان نعرفوا جدنا هو مثلا داز شي لقطه في هذه الاوراق ولا شي حاجه وعاد تثبتوا لنا، واخا جدنا ما كتبش وتثبتوا لنا هذا الورث عليه بان جدنا، حنا جدنا كنسامحوا له الدنيا واخره. ولكن انتم ما عمركم ما نسامحوا لكم عند ربي، ماشي غير الارث، حتى على الحقره اللي حقرتوا هذا الاب بزاف، وهذا اليتيم اللي ما عندوش امه اللي ما تحنى عليه تحقرتوا عادي بزاف. بزاف. انا ما ننساش غير هذاك النهار اللي شدني عمي قتلني انا واحد اختي، راه مزوجه ودابا بولادها. كنت هذيك الساعه انا ملي بديت كنكبر كنت ضد الاب ديالي، هما يشهدوا عليهم يتقليد عليهم، كنت كنهرب للاب ديالي كنمشي نجلس عندهم بالشهرين ب3 شهور يعني باش نصالحهم وانا مازال صغير. خوتي نجيب لك خوتي دابا دراري، قول لهم قبل ما نجي هاد الايام ديال 3 شهور من جيت من الجزائر 3 شهور ونص، قول لهم واش كنتوا تعرفوا عمامي؟ يقول لك ما كناش كنعرفوهم. يعرفوا قال يعرفوا عمي واحد زوج، يعرفوا غير 2 عمامي، ويعرفوا عمتي الكبيره. وفي العرس ديال واحد عمي اللي هو العرس ديال ولد عمي كان حضر فيه شاب من شباب خويا عثمان، وتلاقات تما واحد عمتي اللي راها مزوجه دابا راه بنتها تبارك الله في العشرينات. قالوا له سلم على عمتك، قال لهم شكون هاد عمتي؟ قالت لهم شكون هذا؟ قالوا له ولد خوك. ناضوا كيتباكاو ما يعرفوش بعضياتهم. انا خوتي ما عمرهم، انا الواحد اللي كنت كنمشي عندهم، وانا الوحيد اللي كنت باغي نجمع هاد العائله بعضياتهم، ولكن هما عارفين اني عادل، ملي كيشوف شي حاجه ديال الخطا ما كيسكتش عليها. هذه هي. المهم خرجنا من هذاك الشيء، وكانت امنيتهم هي يطلقوا الام ديالي. هذه يعني تشتت الشمل. تشتت هذا الشمل. وشنو هو السبب؟ علاش السبب انه ما يطلق؟ هذا السبب هذا خاصو تجاوب عليه اما الام ديالهم ولا الام ديالي. هذا هو اللي بغيت نعرف. علاش بغيت انا نعرف شنو هو حاجه، علاش حنا بالذات ما كيبغيوناش، كيكرهونا، ما تعطيوناش، تمدوناش من جيبكم. الحمد لله عندنا دراعنا كنخدموا بدراعنا، الحمد لله بصناعينا كنخدموا واقفين مع بانا، كنوقفوا مع حنا خوتو وحنا صحابو وحنا ولادو وحنا اصدقائو. ولكن شحال مره علاش كتبغيو تضربوه؟ علاش حقرتوه؟ علاش حرمتوه؟ حتى من عمته من ماتت سديتوا عليها البيت اللي رباتو، نهار اللي ماتت سدوا عليها البيت وما خلاوش تدخل. علاش لهاد الدرجه؟ يعني تيتسامح حتى مع واحد الميت؟ لا ممنوع، سدوا عليها البيت. عرضوكم العرس؟ لا عمر ما عرضونا شي عرس، شحال من عرس ما عمر عرضونا شي عرس الا عرس واحد اللي عرضونا فيه ديال هاد الايام هذه. ولكني علاش عرضوا؟ كاين سبب. شنو هو السبب؟ السبب ما كنتفاهمش انا وياها بزاف، حيت عمتي عارفاني عادل، عارفه قاصح، غيشوف شي حاجه ديال كلمه الحق ولا شي حاجه غادي يهضر. وعادي الا مشى ترجع للعائله ودخل في وسط العائله راه كاع شي حاجه د الخطا غادي يهضر عليها. يعني واحد الحاجه كتشوفها بعينيك راه غادي غادي نهضر، ما نقدرش نسكت. لو كان نسكت غنمشي ندير الدره. يا غتهضر في الواقع ولا غتهضر في المواقع؟ شوف نهضر في الواقع ونهضر في المواقع ونهضر في اي بلاصه ولا في المواجهه. كلمه الحق الانسان ما نقولها.
داير جوج حوايج، كاينه موته واحده، كلمه حق ما نسكتش عليها، ورزق با ما نسكتش عليه. يعني الرزق ديال الاب ديالك بغيتي تردو وصافي. ما بياش نمشي نقول لك الحمد لله ما كاينش واحد كيموت بالجوع، ولكن بهذاك الحكم ديال الحقره اللي حقرونا. دابا عادل، دابا بالحكم انكم دابا وليتي انت بغيتي حقكم انهم توليو تاخذوه، كتولي ترجع حتى للوراء وكتشوفوا ديك الحقره اللي كنتوا تحقرتوا هادشي ومازالين محقورين لحد الان. هذا الشيء كامل بزاف، كامل بزاف. هذا هو الشيء اللي كيعيشوا معاك في حياتك. دابا كون كان عادل، كون كانوا شحال هادي هما انهم كانوا دايرين معكم مزيان وكانوا جامعين ديك العائله، ممكن انكم تتغاضوا على هذا الارث هذا. شوف نقول لك واحد الكلمه يا اخي، فالارث حل الله تعالى تبارك الله. كاينين الناس راه مسامحين لخوتهم، صح، ولكن انت ممكن انا كنقول لك يقدر يسمع محلوم 100%، ولكن كيقول لك انا الحقره اللي حقروني وهانوني وضربوا لي مرتي وتكرفسوا عليها ومازال كيحقرونا ومازال شاف حقرونا على بيناتنا وحقرونا حتى في المواقع التواصل من هضرنا كلمه الحق. دابا في هذا الوقت ملي كتهضر على حقك كتولي ما مزيانش، ملي كتقول كلمه الحق كتولي من انسان مشوه او لا انسان كتضرب في عائلتك. بغيت نفهم واش انا كنضرب ولا كنطالب؟ هذا السؤال باين. واخا عادل، حتى اللي كنتو خرجتوا نتوما خرجتي نتايا تطالب بالحق ديالك، شفنا ان اليوتيوب مواقع تواصل، نقدروا نقولوا مواقع التواصل الاجتماعي كلشي خرج كيهاجمك. انا غادي نجاوبك على كلمه حق. على كلمه حق نجاوبك. عائلتنا حنا شحال عندنا من قناه؟ عندنا تقريبا قنوات كثار بزاف، عندنا تقريبا 30 قناه تقريبا في العائله ديالنا، وكلهم دايرين تقريبا نفس المحتوى. يعني كتبدا بالروتيني بدوي وكتكمل بالمعيون. ولكن ما خرجتش شي قناه من هذه القنوات العائليه، خرجت شي قناه اللي هي قناه كتكتشف واحد الحقائق او تقلب على الحقيقه، او لا تقلب على الحقيقه، وبحكم تكون قناه في وسط هذيك العائله من القنوات اللي ويمكن نقدروا نقولوا انه واحد القناه من في وسط العائله راه يمكن انها تسول الاب ولا الام ولا الجد ولا شي حاجه وراه يقدروا يعطيوهم الحقيقه. عارفين عادل من نهار اللي خرج اذا مشات تهضر وبدا غيدي حب وتبن، غيجمع غادي كما يقولوا غادي الاسرار كامله غادي يحطها وما عندوش غرام ديال المشكل. كيفاش غرام ديال المشكل؟ ماشي كيكذب، هذاك الشيء اللي راه مغمض غادي يهضر عليه. علاش؟ دمو سخون ما كيرجعش اللور. كلمه الحق يقولها ولو كانت تكون الموس في الرقبه، خاصنا نطيحوه. انا عندي دابا ناس ما غاديش نتهم نقول لك شكون وشكون، انا عندي ناس باغيين يطيحوني، كاينين ناس باغيين كاينين قنوات باغيين يطيحوني باي طريقه، واخا ما كانوش كيعرفوني سمعوا عليا، جايين لهم اتصالات وسمعوا عليا بان عادل الا مشى تبدا يهضر راه كما نقولوا راه اللي في المخده غادي يخرج يتشتت. وراه كاين واحد الاخت يعني كما نقولوا سافرت معنا اللي هي صاحبه العائله، راه تعرفني وشافتني كيفاش كنتكلم كلمه الحق، ما غاديش نسكت. وفعلا مازال غادي نهضر وكل ما تاخذ الحق ديالك. تناخذ حقي، ما غاديش نسكت في الحق. يعني فقط انكم نتوما كطالب بالحق ديال الاب ديالك. الحق الاب ديالي واستغلال ديال الارض ديال 29 سنه. واخا نجيو لهاد القضيه ديال الاستغلال عادل، هذا الاستغلال ديال 29 سنه واش نتوما في الاول كنتي كتفكر انك كنتي غادي تطالبوا بالاستغلال ديال 29 سنه؟ لا. ولا حتى مؤخرا انهم فاش خرجوا بداو كيعايروكم؟ ما كنتش كنطالب باستغلال ديال ما كنتش كنطالب باستغلال ديال 29 سنه، كنا طالبين غير حقنا، ولكن من وصلت لدرجه ولينا ما مزيانينش وسبوا لي الام وسبوا لي الاب وسبونا وما خلاوناش وما تقبلوش كلمه الحق وما تقبلوش هاد القصه ديال هاد اليتيم اللي تحرم من امه اللي ما عاش معاها وزاد تحرم من رزق الاب ديالو. فالاب ديالي يعني غضب وتقلق ولا قال لك انا غادي طالب بحقي ديال 29 سنه. يقول لك خلصنا، هما كيقول لك خلصنا 9 المليون، ماشي مشكل، من حقكم نطيحوا للطابله ونتحاسبوا. اللي عنده شي حاجه يسال، حنا اذا كتسالوا شي حاجه نمدوها لكم، ولكني انا با علاش حقرتوه
وعلاش ديتوا له رزقه، واليوم هذا كتدافعوا بالقوه وكتقولوا انت اللي كتهضر ندخلوك للحبس. واخا على هذه القضيه ديال دخلوك للحبس، سمعنا حنايا او شفنا عبر المواقع التواصل الاجتماعي واحد اللايف او واحد المباشر كان تيتقال فيه من طرف واحد السيده اللي هي من العائله ديالكم كتقول بانها تعطي لك الفلوس وتصيفطك للحبس. كيفاش هذه القضيه ديال نعطي لك فلوس؟ وهذا هو السؤال المطروح وعلامه الاستفهام، علامه الاستفهام للعقول الراقيه. كيفاش الفلوس كتعطى ولمن تعطى؟ هذا هو السؤال. بعد اولا حنا كمتتبعين الشأن المحلي وكصحافه او اعلام، حنا هذا هو السؤال المطروح، وهذه رساله كذلك حنا كنوجهوها للنيابه العامه والدرك الملكي ورجال الامن. كيفاش الفلوس غتعطى؟ نعطي عليك الفلوس ونصيفطك للحبس. هذا سؤال خص هذا السؤال هذا تنتمناو ان هذا السؤال هذا يجاوبونا عليهم يا اما هما يا اما المسؤولين، لان هذا الكلام هذا خطير جدا ديال نعطي لك الفلوس ونصيفطك الفلوس. راكم سمعتوا عن مواقع التواصل، لان حنا فاش نقولوا تعطى الفلوس باش نصيفطك للحبس راه هذه راه تهمه خطيره جدا. اذا هنايا واش الفلوس ولما كتعطى واش كتعطى لرجال الدرك الملكي ولا كتعطى الرجال الامن ولا كتعطى القضاء؟ هنايا هذا هو السؤال المطروح، وهذا هو السؤال اللي حنا لان هذا هو السؤال. انا يا سي بليس هذا السؤال هذا لان هذا سؤال خطير جدا، وانه كيطيح بالصوره ديال المسؤولين او السمعه ديال المسؤولين، لان ديال نعطي عليك الفلوس راه كتسمى ارتشاء في القانون. وانا حاجه وحده ما كنقول لك الحمد لله القضاء المغربي مبانا كاملين وما كيظلمش. هي كتساهم القضاء بان نعطيك الفلوس، وانا اللي جات مع عبد الله مرحبا بها، حيت انا كلمه الحق ما غاديش نسكت عليها. درت بك شكايه عادل؟ دارت بيا شكايه، وكانت عندي شكايه، مشيت البارح تواجهت وديت حتى انا درت سيديه ودافعت الفيديوهات اللي كانت سبتني وديال هاد الكلمات نعطي عليك الفلوس وندخلك للحبس، وعايرتني بالبونت الكارو، عايرتني بالماصه. الحمد لله الا كتعايري بالقصر فهذا خلق الله سبحانه وتعالى، عايري بالقلب شنو فيه. شوف هذا القضيه ديال المعايره حنا كنشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي ديال اي واحد كيخرج كيبدا يعاير هذا الشيء هذا، ولينا كنشوفوه ولا شي ولا تيطيح بهذه الصوره ديال هذه البلاد هذه. نرجعوا للموضوع عادل، نرجعوا للموضوع، الموضوع ديال القضيه ديال الاب ديالك والقضيه ديال الام ديالك. الام ديالك حاليا اش كتقول في هذا الشيء هذا؟ كتقول لك واش عارف قرا با وامي كيقولوا لي ما غاديش دير رزق، ما غاديش ندير رزقنا. فسألته، عطيته السؤال وجاوبني عليه. قلت له علاش؟ قال لي انا اللي نعرف عائلتي. قلت له لهاد الدرجه؟ قال لي والله ما تديه. وهما كيقول لك بان والله ما تديه، بفهمهم كيقول لك والله ما تديه. او لا، الا اتقينا فيكم الله، الا اتقينا فيكم الله راني من نموت نوصي عليك يعطيوك رزقك. نتوما ما عطيتوها لناش وانتوما حيه، كيفاش تموتي وعاد تصطينا رزقنا؟ كتقول لي ما حقا ما قسمناش هاد البلاد اللي غادي نعطيوه رزقه، ولكن هذاك ماشي امو، انا هذا ماشي امو. يخرج الاب، اصلا الاب ديالي يخرج من الشيوع، انا الاب ديالي يخرج من الشيوع. تبقوا النصيب ديالكم مجموع بعضياتكم، فهذا الراي ديالكم واحترام الراي ديالكم. الاب ديالي ما تستغلولوش الارض ديالو، وبحكم ما هوش الام ديالو فهو كيخرج من الشيوع منكم نتوما ويتعزلوا له طرفه بوحده ويستغلوه هو. كان ما طالب لا استغلال ولا والو، كان التردد ديالكم هو السب والشتم ويعني والقذف والصوره بالشخص الخلق الله تعالى وتعالى. يعني هادشي كامل على السب والشتم والقذف، على جال الحق، على كلمه حق، انكم بغيتوا واحد الحاجه اللي هي كاينه في القران. ما طالبين شي حاجه من ديالهم، طالبين رزقنا، ما طالبين حقنا من ديور، ما طالبين حقنا من طوموبيلات، ما طالبين حقنا من الكونت ديال الفلوس، حنا طالبين حقنا. حنا عندنا كنز الدنيا هو صحتنا وكلمه الحق. واخا عادل تيقولوا بان الارض مكريه، هاد الارض هذه اللي مكريه واش كتاخذوا نتوما حقكم فيها؟ الجامي في حياتنا، عمرنا في حياتنا، بحكم هما من بداو في المواقع التواصل اصلا ما بقاوش كيحرصوها، كانوا عايشين من الخيرات ديالها من حكم سنين. غتقولوا ما كناش عايشين، اش كان في زمان؟ كان شي صنعه، كان شي حاجه، ما كان والو، عايشين بحكم هذا الرزق ديال هذه البلاد هذه.
الدري يصيروا على برزتكم. لا لا خليه الله يسخر الله يسخر الله يسخر. دابا تيقلب على البروده دابا تيقلب على البروده في الارض الله يسخر يا ربي. هاد الارض استغلوها سنين واعوام وشبعوا منها وكبروا منها بفضل ربي سبحانه وتعالى. ونهار اللي زادوا تقدموا عن مواقع التواصل وزادوا شبعوا ما بقاوش قادرين يفلحوا، يعني ولاو يمدوها يكريوها. الفلوس ولات كتدخل من اليوتيوب. تقول علاش كراوها؟ ما كاينش دوك الوثائق اللي يكريها مع واحد اخر بالوراق. صافي سير راني كاري لك عامين. القطار بشحال كيتكرا؟ القطار كيتكرا ب 1500 درهم 1000 درهم. حنا نعرفوا بحكم الفلاحه الحصيده كتكرا حتى ل 3000 درهم 4000 3500 درهم، والبرنيشه كتكرا ب 1000 درهم 900 درهم للهكتار. كاينه 22 هكتار. عمليه حسابيه وباينه، وإلا ما تكراش كتكون عن طريق استغلال اشياء اخرى. كيفاش نقدر نخسر واحد راس المال ديالو 10 المليون ونقدلها بحكم هي بلاد كنسرح فيها وكنخرج منها الانتاج ديال الخروف. حتى هذا مدخول. الا كانت هذه الغله ما تنتج واحد 40 خروف او 30 خروف في السنه بحكم يعني الغلاء اللي كاين في هذه الحوله، الا كانت 40 خروف فغدا نهبط انا نشري باساط. بصح احنا ما ديناش منها ولا تصوفه، وهو حق هذا اليتيم هذا. فكلمه الحق ولات كتضر. الزيتونه مشيتي تاخذها كليت عليها العصا. انا كليت عليها العصا والله، حتى كليت عليها خويا العصا، اقسم بالله غير كليت عليها العصا. كليت عليها العصا انا واختي كلينا عليها العصا. عمرنا ما شلنا حتى حبه ديال الزيتون من عندهم، وجاو طبطبوا وقالت له وليدي انت ما عندكش امك وراني انا عندك امك، اجي ولدي تمد ديال الزرع ولا خنشه ديال القمح ولا خنشه. ها الحمص تبارك الله، ها الفول، ها الشعير، ها الزرع، ها القمح، ها فرينه، ها التوينسي، ها جلبانه، ها كرسانه، ها الفويليه. احنا فلاحه وكنعرفوا هذا الشيء هذا. راه باش انت تزرع 22 هكتار راه غير البال ديالها يعطيك ميزانيه تبارك الله، راه ينتج لك واحد الانتاج اللي بالفلاح راه مده 29 سنه. ونهار اللي طالبات الشخص اللي هو الاب ديالي بحقه فهو لا ما مزيانش ولا كيتسمع كيرجع له الرد عن السب والشتم. كان شحال هذه كان تيعاني ولا دابا كيعاني حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير. واخا عادل، واش الاب ديالك ما دارش شي شكايه ديال هادشي ديال التشهير والسب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما دارهاش، درتها انا اللحظه اللي درت بيا شكايه وطلعت تقدمت فانا دفعت الشكايه ديالي ودفعت الفيديوهات ديالي، وان شاء الله هذه السيمانه راه عندنا الجلسه ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. ونقولها لخويا زهير، تستاهل خويا زهير، مرحبا. عندنا الجلسه خويا نهار الثلاث ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله بحول الله. حنا دابا السؤال المطروح عديل، علاش الاب ديالك ما بغاش يدير شكايه على التشهير على السب والشتم؟ قال لك انا بغيت نوكل ربي الله، بغيت نوكل امري لله سبحانه وتعالى. ما بغاش يمشي للقضاء؟ ما بغاش. انا قال لك الا مشيت للقضاء غنتواجه على حق با، حق با اللي هو حقي انا. قال لي ما هاد السب والشتم انا نوكل ربي، وانا ما كنتش غادي نمشي على السب والشتم اللي سبتني وشتمتني، ما كنتش غادي بحكم هي بدات. فقلت لها مرحبا بك القضاء بانا وبانا كاملين. هادشي اللي كاين بحكم 36 سنه وداخل 37 عمري في حياتي ولا كانت عندي شكايه في حياتي. واخا نرجعوا لهذا الموضوع هذا. مشيتي لعند الدرك الملكي على حسب اللسان دابا اللي تنقولوا حنا هذه الكلمه ديال عطات عليك الفلوس. مشيتي عند الدرك الملكي ما طلبوا منك شي فلوس؟ لا الحمد لله. الحمد لله. لا الحمد لله. اذا هنايا متابعين الكرام، متابعين تحيه للدرك الملكي باستقبال بالكلمه الطيبه، والله ينصر سيدنا والله ينصر القضاء والله ينصر جميع السلطه المغربيه. تحيه إذن لكم. هنايا متابعين الكرام، متابعين جريدة فيسبريس، هذا هو السؤال المطروح اللي كنت قبيله كنطرحه ومازال كنعطيه علامات استفهام. كيف يعقل ان واحد السيده كتخرج على مواقع التواصل الاجتماعي تقول انا غادي نعطي عليك فلوس باش تنصيفطك للحبس؟ ما علينا بانها هو عديل، هو مشى لعند الدرك الملكي والشكر كذلك موصول للدرك الملكي ورجال الامن والسلطات المحليه وكذلك القضاء والنيابه العامه. الانسان راه بفضل شكايه انه كتكتب عند كاتب عمومي، كدير شكايه عند كاتب عمومي، شحال الثمن ديال 20 درهم او 30 درهم ديال داك الكاتب العمومي اللي كتخلصها له، كتهز الشكايه ديالك كتمشي لعند رجال الامن او الدرك الملكي او عند السيد نائب وكيل الملك او وكيل الملك، كتحط الشكايه ديالك والحق ديالك. الا كنتي مظلوم راك مظلوم، كنتي ظالم راك ظالم. ما غاديش نخرجوا حنايا من مواقع التواصل الاجتماعي وغادي نقولوا عطينا الفلوس. رانا فاش نقولوا عطينا الفلوس رانا كنوثقوا واحد الصوره
اللي هي خطيره جدا. وهذا الكلام هذا كنتمناو ان المسؤولين ان يشوفوا هذا الكلام هذا، لان هذا الكلام هذا راه كيوسخ الصوره ديال الامن والدرك الملكي، وسيرتو هنايا في اقليم مولاي يعقوب. هذا الكلام هذا راه خطير جدا. واخا عادل، شنو الرساله ديالك اللي كتوجه للمتابعين والمتابعات الاوفياء جريده فيسبريس، وكذلك المتابعين والمتابعات عادل الاخ عادل؟ ما يكبر بك خويا سي زهير. كنتمنى من المتتبعين اللي كيشاهدوني من جميع انحاء العالم، كنتمنىكم توقفوا معنا، والحمد لله بدعواتكم بكلمه الحق، وان شاء الله الا كنت في انا الحق نتمنى في التعاليق تعطيوه ليا. انا بحكم الابن ديال هذا الانسان اللي راه هو الاب ديالي، انا هو الشاب ديالو الكبير، وكنت تكرفست معاه بزاف بحكم حضرت على كما نقولوا على التكرفيس اللي كان يتكرفس فيه، والمعاناه اللي كيعاني منها، وبحكم ما عندوش امه وما عندوش اخ من ام ديالو، وما عندوش اللي تقول له ولدي كي داير، ولا اللي يجي غير يطلع عليه. كانت عنده عائلته كتبغي تحقرو وتضربو، لانه هو رضع اكثر من 30 مرة ولا 15 مرة ولا 20 مرة اللي راضع منها. كان كل واحد كيفاش كيربيه، كل مره وكيفاش كتربيه مرة، وهذه هي حق، وهذا هو النتيجه ديال الربيب. الحمد لله الحمد لله. هذه هي النتيجه ديال الربيب اللي ما عندوش امه. الله يخلي اللي عنده امه يمتو، الله يخليها. امين يا ربي امين. شكرا لك اخويا عادل، وشكرا لك على كرم الضيافه في المنزل ديالكم. الله يكبر بك. الى هنا متابعي الكرام، متابعي جريده فيسبريس، الى اللقاء، وما زال لنا حلقه اخرى ان شاء الله مع استاذ اللي غادي يعطينا تفاصيل اكثر في هذا الموضوع هذا، وكذلك غادي نشوفوه من الجانب الديني ان شاء الله بحول الله. ودمتم سالمين. شكرا. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.